هنقدم لكم النهارده بقالنا كام يوم ما قدمناش حاجه. نقدم لكم ان شاء الله حاجه من الدوله الامويه مروان بن محمد. من نوادر الفلوس الامويه باسم مروان بن محمد عندما حكم بلاد القوقاز وارمينيا من ضروب باب الابواب في القوقاز. يعني ضرب هناك في باب الابواب في القوقاز قبل ان يصبح مروان بن محمد اخر خليفه اموي. وكنا اتكلمنا عنه قبل كده ازاي الدوله العباسيه مشت ورا منه وهرب راح مصر وقتل في مدينه ريفيه في او قريه ريفيه في مصر. تعال نقرا الفلس مع بعض. منتصف وجه الفلس: لا اله الا الله وحده ما الاطار الخارجي وبعكس عقارب الساعه من الساعه الواحده. ضرب هذا بالباب سنه 25 و100 طبعا هجريه. منتصف خلف الفلس محمد رسول الله. الاطار الخارجي للفلس وبعكس عقارب الساعة من الساعة 11 مما أمر به الأمير مروان بن محمد. الوزن 1.753 من 1000 جرام. القطر 24 مللي. السعر من حوالي 20 سنة 120 دولار. يعني اضرب 120 في على الأقل في 10، يعني اعمل 1200 دولار ده على الأقل يعني. أرجو إن ينال إعجابكم وتتفرجوا طبعا عليه، ولو حد لقاه أو اتحصل عليه يبقى عارف قيمته وعارف سعره وعارف كل حاجة. اتفرجوا عليه. ودي حاجة بنقدمها بقالي كام يوم فعلا كنت مشغول. واتفضلوا.